السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي في كل مكان؟ صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه. النهارده جايه لكم بفيديو جاي اعرض عليكم مشكلتي. هي مشكلة سيئة جدا 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 يعني، ونصيحة مني لكل البنات اللي قاعدة في البيت، بقول لهم بلاش تشتروا حاجات من النت. يعني انا بصراحة اخر مرة واول مرة في حياتي اشتري حاجة من النت، دي اخر مره ودي اول مره تحصل لي، وحاجه كمان يعني ايه مبلغ عالي شويه. طبعا انا الانتريه بتاعي كان بقالي 13 سنه متجوزه. فالانتريه بتاعي حبيت ان انا اغير او اجدد او اجيب حاجات جديده او اجيب حاجات كلاسيك شويه، يعني حاجات كده عجبتني. فجاي منتج كده في التلفزيون كان بيتعرض كتير، اكيد انتوا عارفينه، اللي هي الكنبه التاكي اللي هي بتتفتح سرير وبتتفتح شازلونج. شكلها رائع 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 بالالوان الرهيبه، طالبه منها يعني الوان جميله جدا جدا جدا، ونفس الشكل اللي انا طلبته. كان في واحده عامله 700 وكان في واحده عامله 1100 او 1000 تقريبا بالتوصيل، ومعاها شويه حاجات كده ايه هدايا كده بسيطه تفرح اي حد طبعا. المهم فاتصلت بالشركه، قلت لهم تمام انا عايزه الكنبه دي بس نفس الشكل، طب ممكن تبعتي لي الالوان على الواتس. بعتت لي الالوان على الواتس، الالوان طلعت احلى كمان ما بتيجي في التلفزيون، يعني بجد فعلا. يعني اللون الموف لون موف، اللون البينك لون بينك، اللون اللي هو الرصاصي ده لون رصاصي رهيب رهيب رهيب، والقماشه اللي هي الايه يا مرمر، القماشه القطيفه اللي هي التقيله دي متصوره، وحاجه رهيبه 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 يعني. طبعا احنا بنشوف الحاجات دي في التلفزيون كتير. المهم قلت لها هتيجي نفس الشكل وهتيجي نفس الستايل وهتيجي نفس اللون اللي انا حددته. تمام يا فندم مفيش اي مشكله. طيب صوري لي اللون الموف، صوري لي اللون اللي هو الكشمير. انا بقول لها صوري لي اللون الاسود. قالت لي خلاص. لا كنت طالبه لون تاني غير الاسود صح؟ كنت طالبه كشمير وكنت طالبه موف والجنزال صح؟ والجنزال كنت طالبه الثلاث الوان دولت. انا اصلا بحب الالوان اللي هي المفرقعه دي. فقالت لي تمام مفيش مشكله. المهم صورت لي والله العظيم زي ما بقول لكم ده اللي حصل، صورت لي الالوان، طلعت الالوان رهيبه جميله جدا 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 في منتهى الجمال. قلت لها بصراحه اعدي لي البتاع يا روتي، قلت لها بصراحه انا مفيش اي كلام خلاص اتكلمه، انا عايزه هو الشكل ده هو الستايل ده. طيب في نقطه ثانيه، ايه الفرق ما بين الكنبه ام 700 والكنبه اللي هي ام 900 او 1000؟ قالت لي دي متانه احسن ودي مش عارفه شكل اقوى والخشب بتاعها احسن والقماشه بتاعتها اتقل. تمام مفيش اي مشكله. طيب خلاص هاتي لي اللي هي ام 900 مفيش او 950. تمام عايزه 3 كنبات بالثمن ده. 3 كنبات طبعا مش جايبين ال 3000 جنيه، حاجه رائعه. تفتح سرير، تفتح شازلونج تقعدي عليها جميله ومتانه وحاجه. المهم فانا في معرض هنا كان عندنا مكان اسمه رنين، يعني اكيد كل الناس عارفينه. دخلت رنين قبل ما اشتري الكنب. روتانا دخلت رنين قبل ما اشتري الكنب وسالت عليها وقعدت عليها وبص يعني اتمزجت منها جدا. بكام الواحده؟ قال لي ب 3000. هو ده الشكل اللي انا عايزاه. طيب ماشي هو ده اللي انا عايزاه. 3000 طبعا شفته في رنين، رحت كلمتهم اللي هم بتوع النت، الواحده مش واقفه عليا ب 1000. طب اجيب انه اجيب طبعا ام 1000. فطبعا الموضوع كان بالنسبه لي يعني فرق 2000 جنيه في كل كنبه، يعني حاجه كتير جدا. المهم عشان ما اكترش عليكم طلبت 3 كنبات. هيجي في خلال قد ايه؟ دي اول نقطه. هيجي في خلال، وصورت لي يعني المحادثه ما بيني وما بينها موجوده. هيجي في خلال قد ايه؟ هيجي في خلال 15 يوم مفيش اي مشكله. عدى ال 15 يوم اتصل بيهم، لسه كمان يا فندم 5 ايام. تمام مفيش اي مشكله. استنى كمان اسبوع. ايه الكنب لسه ما وصلش ليه؟ لا لسه مستنيين عربيه تيجي عندنا عشان تاخد الكنب بتاع حضرتك تبع المحافظه. طب قدامكم قد ايه؟ قدامنا كمان 10 ايام. تمام مفيش مشكله. استنيت كمان 10 ايام، الموضوع خد في شهر كمان، شهر غير ال 15 يوم، يعني الموضوع دخل في شهر ونص. اول حاجه المواعيد بايظه، او في شهرين كمان والله. اول حاجه نقطه المواعيد بايظه خالص. تمام. تاني حاجه نيجي بقى في تسليم الكنب، مش قادره اوصف لكم حسره عمري ما شفتها في حياتي. ما بقيت واقفه مع المندوب. طبعا هو ملوش اي ذنب، هو مندوب
يعني واحد بيوصل الحاجه، هو ما ولا بيصنع ولا بيجود الحاجه ولا له في اي حاجه، فما اقدرش ان اتكلم معاه طبعا. واحد بيتفقوا معاه بفلوس وبيوصل الحاجه. ما بقيتش عارفه اقول له رجعهم، ما بقيتش عارفه اديله فلوس التوصيل، ما بقيتش عارفه ان انا اقول له طلع الكنب، انا ما بقيتش عارفه اقول له اعمل ايه بصراحه. طيب نيجي للكنب بقى كده ونشوف. يعني في حاجه مهمه جدا، كنت عامله بقى ديكورات الستاير اهي زي ما انتم شايفين، عملتها بقى الوان بحيث ان انا بقى اعمل ديكورات بقى في الشقه وحاجات كده، وهنا كمان في ستاير، بس انا مش يعني ايه، انا اتحصرت جامد بطريقه وحشه يعني. فعملت الستاير بنفس الديكورات والسجاد، والانتريه بتاعي خلاص طلعته من الشقه، فطبعا مفيش حاجه عندي، فلازم ان انا مضطره اجيب الكنب ده. طيب نطلع الكنب. اللون الكشميري اللي انا طالباه متكيس طبعا، هو الكنب على اعلى جوده طبعا، مش عايزه اوصف لكم. طب شيل الكيسه عشان اشوفها. تمام مفيش مشكله يا فندم. شال الكيسه الاقي بقعه، اقسم بالله ما بكذب عليكم، بقعه قد كده بالكبر ده في نص الكنبه في اللون الكشمير. انا مش عارفه دي بقعه ميه، بقعه زيت، بقعه ايه عليهم وعلى سنينهم، انا مش عارفه دي بقعه ايه. ما بقتش عارفه اتكلم. قلت له هو ده ايه؟ قال لي ده ممكن مثلا من الشتاء. ومش شتاء ايه، انت جايبه في الصيف، ممكن من ركنه ومش من ركنه. هو مبقاش عارف يقول ايه. قلت له طبعا حضرتك مالكش ذنب في الموضوع ده، انا الكنب ده مش هستلمه. قال لي مفيش مشكله، ممكن تحاسبينا على التوصيل. كام التوصيل؟ 450 جنيه. مقلب تاني اهو 450، وهي كانت قايله لي 200 جنيه توصيل. ازاي برده معرفش. طبعا انا في الاول وفي الاخر حاسبته على 200 جنيه اللي هي قالت عليها، ان انا ما بحبش حد يضحك عليا، بس انا انضحك عليا بالفعل في الكنب اللي انا بقول لكم عليه. طيب تيجي بقى نشوف الكنب ونشوف الرسمه بتاعته ونشوف الشلل ونشوف الحاجات بتاعته كده. تعالوا. ده شكل الكنبه، شكل حلو مش وحش، بس الخامه مش هي الخامه خالص. يعني الخامه بصوا هنا، بصوا يعني الخامه اصلا عامله زي الشاش، شاش مش القماشه اللي احنا عايزينها. بصوا يعني هي ماشي تتفتح، مش والله العظيم انا من يوم ما جبتها وانا حطاها كده. طيب نشوف هنا بقى الرجول. صوري هنا يا مريم الرجل اللي تحت دي مكسوره، تمام، دي اتكسرت على طول. بصوا الرجل التانية، شوفوا المستوى كده بتاع الكنب. بصوا الرجل الثانيه اهي، دي علو الكنبه بكل حاجه في الكنبه يعني. طب تعالوا نشوف الخشب كده بتاع الكنب. تعالي يا مريم صوري. شوفوا كده الكنب من جوه عامل ازاي، ما شاء الله. عارفهم يا مريم القماشه كده؟ لا قماشه الكنب ذات نفسها. بصوا شوفوا يعني التقفيل، يعني ما شاء الله تقفيل رائع رائع رائع. يعني بدعي على اللي عمله، ربنا يكسر ايده يعني بجد والله. يعني مش عارفه ادعي لك من هنا لغايه اما اموت ان ربنا يوعدك بشلل في ايدك يا اللي عملت الكنب. طيب معاه ايه بقى الكنب ده؟ الكنب ده معاه الترابيزات اللي احنا شايفينها دي. كنب مع كان طبعا متصور الترابيزات الصغيره اللي احنا شايفينها دي، تمام. طبعا الترابيزه متصوره معاها الكرسي ده، الكرسي الجميل ده، تمام. معاها الستره دي، الستره اللي احنا شايفينها دي اهي، الستره المعفنه اللي احنا شايفينها دي. ادي الكنب بتاعنا. طيب ماشي. يعني انا بصراحه ثواني يا سيدي مش عارفه اعمل ايه، ولا ليه نفسي اعمل في الكنب حاجه. مجرد ما نقعد عليه الكنب بيطقطق مننا كاسمه ايه الخشب. ثواني يا سيدي، الخشب ذات نفسه بيطقطق كله غرز كده. يعني الكنبه دي الوحيده اللي احنا ممكن ما بنقعدش عليها. الكنبتين دول اللي احنا بنقعد عليهم اللي احنا هالكينهم. شوفي ياسين عايزه ايه بجد. الكنبتين دول اللي احنا هالكينهم واللي احنا بنقعد عليهم طقطقوا خلاص، هم جابوا الارض خلاص، ما ينفعش حد يقعد عليهم، ما ينفعش اصلا يكونوا منظر ولا شكل ولا اي حاجه. ف بنصح اي حد بجد والله العظيم نصيحه مني، بلاش تشتروا حاجه بسعر واو قوي من النت عموما. بلاش، حتى لو صورت لك وبعتت لك الحاجات واتس زي ما حصل معايا. دي نصيحه اخويه. مزنوقه قوي وعايزه تشتري حاجه، اشتريها بسعر قليل، حاجه ب100 ب50 اقصى حاجه. لكن حاجه بالثمن ده ان انا اشتريها واجيبها
واعمل عليها ديكورات الستاير والالوان. ومش اولا في كنبتين سود واحده كشمير، لان الجنزاري لقيت فيها بقعه قد كده فطبعا ما استلمتهاش. هو كان معاه كنبتين سود. انا ما كنتش طالبه الوان اسود، كنت طالبه الكشمير والجنزاري وايه تاني، واللون التاني ايه، والموف، صح؟ الموف اصلا ما طلعش لونه موف. بصوا انا كنت طالبه لون الموف الدرجه دي. طبعا الحاجه اللي انا شفتها في رنين نفس القماشه دي ونفس اللون ده ونفس كل حاجه من دي، فانا جبت اللون ده من عند رنين. يعني الشركه دي لوحدها والله العظيم جايباها ب 75 جنيه. حلوه مش وحشه، لان كلها فايبر وجميله جدا ورسمتها رائعه. قلت احطها مثلا على الكنب كشكل حلو كده. طيب نيجي بقى، فانا كنت طالبه الالوان دي، ما جاش طبعا الالوان دي خالص ولا الشكل ده ولا القماشه دي. طيب هات الشنطه اللي هناك السوري كده يا بنتنا. شكرا يا سينو. الشلت بقى الجميله بقى اللي هما بيعدوها بقى، بيقول لك على كل كنبتين شلته. دي الشلت الجميله اللي محتاجه صوره معاها. يعني شايفين الشلته؟ يعني اقسم بالله انا خايفه افتح الشلته من جوه الاقي فيها حاجه مقرفه. انا طبعا رميت كل الشلت بس سبت 2 سود يعني ايه كمنظر، لغايه بقى ما ربنا يسهل واجيب انتريه، لان الانتريه ده اصلا ما ينفعش حتى اي حاجه. يعني هو اصلا ما ينفعش في اي حاجه. من يوم ما جبته ولا فردته ولا عملته ولا اي حاجه خالص. فنصيحه مني بلاش تشتروا اي حاجه من النت، بلاش، دي نصيحه. فانا قلت لازم ان انا اطلع اقول الفيديو ده، لازم ان انا اعمل الفيديو ده، لان بجد يعني المنظر وحش جدا. طبعا انا لما بظبط الصاله هبقى اصور لكم فيديو في تظبيط الصاله وتظبيط كل حاجه، انا عشان بس بروق كده، فقلت اعمل لكم الفيديو ده. طبعا الكنب ده مصوراه بعد ما جبته ب3-4 ايام، مش بفتره يعني ما استهلكش كتير. فقلت لازم اطلع اعمل الفيديو ده، عشان يعني ما ينفعش ان حد يغلط الغلطه دي ويجيب الكنب اللي هو بيتعرض في التلفزيون. وفي حاجه بقى عمالين يقللوا في سعره ب 700 وب 600 ومش عارفه ايه. نقطه مهمه جدا، الترابيزه اللي انتم شايفينها دي الصغيره دي اللي انا حاطه عليها الحصان وصوره ياسين، الترابيزه دي كان في منها مقاسات كبيره. يعني المفروض اصلا واحده كبيره واثنين صغيرين، والله العظيم زي ما بقول لكم. وصورت لي كمان على الواتس ان في ترابيزه كبيره بتاعت الانتريه، قلت لها تمام دي حلوه قوي جميله، دي جايه هدايا هي والكراسي دي. لقيت الترابيزات مطلع لي 3 ترابيزات صغيرين بالحجم ده. بقول له هم دول ايه؟ قال لي ما هم دول الترابيزات. يعني زي ما تكوني تتحطي قدام الامر الواقع كده، يعني انت في قصه واقعيه ولازم ترضي بيها وتقبليها وما ينفعش حل تاني. فحبيت انصحكم بالفيديو ده، وحبيت ان انا روتانا حبيت طبعا ان اطلع اقول لكم اللي حصل، ومحدش يشتري خالص حاجه بثمن من النت خالص. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم، والنصيحه دي يا ريت تتقبلوها مني عشان محدش يغلط الغلطه دي تاني. واشوفكم في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.